السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. احنا عندنا النهارده سمك بسارية. هنغسله، هنحط شوية دقيق وشوية ملح وعصرة ليمونتين عشان نغسل بيه السمك البساري. هنسيبه قيمة 10 دقايق كده منقوع في الدقيق والملح والليمون عشان نشتغل ايه زفرة منه. ودي نشا، ودي خلطة زي الفيجيتار كده للسمك جايباها من عند العطار، وبابريكا ومرق دجاج وكزبرة وملح وفلفل اسود وكاري. ده هنقلبهم على الدقيق. هنقلب بقى السمك الوقت في الدقيق ونحط يبقى كده. بس حجمه صغير قوي، ما عرفتش اشتغل الراس بتاعته عشان حجمه صغير. احنا هنحطه في مصفى بقى، نصفيه نخله من الدقيق عشان نحطه في الزيت. احنا قدحنا الزيت الوقت، والزيت لازم يكون غزير عشان ايه ما يلزقش في الطاسه. وعملناه بالدقيق ونخلناه في صفايه عشان ينزل الدقيق. كده يا حبايبي استوى اهو، اتحمر. هنطلعه بقى على مناديل. كده بعد ما اتحمر دلوقتي هنعمل ايه؟ رز بشعريه كمان مع السمك. احنا بنحب الشعريه اكتر من الرز، يعني التلتين شعريه والتلت رز.
الدور التالت. انا مش عارفه ازاي اتعمل كده، لا عامل زي اللي انا محمراها بيض. انا حاطه النشا عشان يبقى ناشف كده. هنحط بقى يا حبايبي الرز. هو الشعريه اتحمرت اهي، يعني ما تبقاش متحمره قوي، يعني ما تبقاش حمرا قوي. هنحط بقى الوقت انا غسله الرز، وهنحط الوقت الميه مسخنه اهي. انا ما احطش على الرز الا ملح بس. ونسيبه يستوى بقى والسمك ياخد تحميل. ما تنسوناش باللايك يا جماعه، والاشتراك في قناه اليوتيوب باسم ام زياد وتيتا نادي. احنا قطعنا الطماطم اهو، والخيار والفلفل الاخضر وخصايه صغيره، قلب خصايه صغيره. انا بنحب نحط عليها بصل اخضر برضو، البصل الاخضر بيبقى للسلطه طعمه حلو. بليمون البصل الاخضر. كل واحد بيحب حاجه، احنا بنحب البصل الاخضر، لو انتوا ما بتحبوش عادي ما تحطوش، بس احنا بنحب نحط البصل الاخضر على السلطه. معلقه خل مش كتير، دي معلقه زيت زيتون. زيت الزيتون ده جاي لنا من الوادي الجديد، بنشتريه من هناك، بيبقى حلو قوي في الاكل وبنحطه على الشعر برضو البنات بيبقى حلو. دي خلطه فلافل على بعضها، خلطه على بعضها، وانا ضايفه لها ملح، جميع انواع التوابل وضايفه لها ملح، يعني للسلطه للسمك لحاجات كتير. ومعلقه دبس الرمان مش كتير. بيخلي الاكل طعمه حلو. خلطه الفلافل اللي احنا قلنا عليها من شويه، البهارات على الملح، انا عاملاها لحاجات زي دي كده وللسلطه والحاجات زي دي، بدل ما اقلب كل حاجه لوحدها كلهم على بعض. وهنرش بقى نعصر بقى ليمونه، صلوا على النبي، صلوا على النبي في التعليقات، صلوا على النبي في التعليقات، صلوا على النبي في التعليقات. اذكروا ربنا دايما يذكركم. خليك مع الله، صلوا على النبي، اذكر ربنا يذكرك. ايه رايكم يا حبايب قلبي كده؟ صلوا على النبي في التعليقات، اما اشوفكم هتصلوا على النبي في التعليقات ولا لا، وقولوا له ايه رايكم.
دي سمك بساري، احنا بنبقى نجيبه اكبر من كده، بس هو بقى ايه ملقاش الا الصغير ده. نحب ناكله بالعيش، وفي اللي بيحب ياكله بالرز عادي. قولوا لنا ايه رايكم في التعليقات بقى، وصلوا على النبي في التعليقات.